أنا قصتي بصراحة محرجة وفي نفس الوقت صعبة، بس قررت إن أنا أجي وأحكيها علشان أي بنت أو ست احتمال إن هي تقع أو تتحط في موقف من الموقف اللي أنا كنت فيه ده تقدر إزاي تتصرف وتتعامل. في فرق كبير يا جماعة جدا بين التوعية وبين نشر الفسق والفجور. في حاجات كتير في حياتنا الواحد مش عارف عنها حاجة أصلا علشان يعرف إزاي يتعامل معاها، وعلشان كده أنا قررت إن أنا أحكي حكايتي، علشان أنا حكايتي لو أي واحدة اتحطت في الموقف ده تقدر تتعامل معاه وتبقى فاهمة ومتأكدة 1,000,000% إن هي صح. ما تخليش أي حد يلعب بدماغك مهما كان، ما تخليش حد يغير فطرتك اللي انتي اتخلقتي بيها واللي انتي عايشة بيها. أنا كنت ست وبنت طبيعية جدا جدا جدا. أنا اسمي إيمان واتجوزت أشرف بعد قصة حب كبيرة قوي. 10 سنين، 10 سنين حب، مستنية اللحظة اللي أنا وهو هنبقى فيها مع بعض ونعيش سوا أجمل سنين العمر كلها. كانت معاه، كنت بحبه وأنا لسه صغيرة خالص في الإعدادي، وفضلت أحب فيه لحد ما اتخرجت واشتغلت كمان. اشتغلت عند محامية وكنت شاطرة جدا في الشغل بتاعها، رغم ان انا ما كملتش تعليمي ولا كلية ولا حاجة. انا يدوب خدت الدبلوم. وكانت الست دي كويسة معايا جدا، وكانت بتدعيلي ان انا اتجوز اشرف زي ما انا بتمنى. وفضلت على الحال ده لحد ما اقنع اهلي بعد معاناة كبيرة جدا ان هم يوافقوا عليه. وده مش لأي حاجة غير ان والده كان شايف ان انا مش مناسبة ليه، وان اهلي مش هينفعوا يكونوا يعني مناسبين لأهله. معرفش بصراحة كانت وجهة نظرهم ايه، او هو كان عايز كده ليه، مش عارفة. بس انا برضو فضلت متمسكة بيه ورفضت تماما ان انا اسيبه او ابعد عنه او اتخلى عنه. بالعكس، فضلت قاعدة مستنياه لحد ما خلص كل حاجة، وجم فعلا وتقدمولي، وعشت بقى اجمل لحظة في حياتي. الراجل اللي انا بحلم بيه طول عمري خلاص بقت دبلته في ايدي، واتخطبنا. بعد ما اتخطبنا حصلت مشكلة كبيرة جدا بيني وبين اهله، ومع ذلك قدرنا ان احنا نعدي كل الصعاب اللي احنا عدينا بيها دي. وبعد 5 سنين خطوبة، 5 سنين حصل فيهم حاجات كتير قوي قوي. كانت ممكن في اي وقت من ده نبعد عن بعض، بس ما حصلش وكملنا مع بعض لحد ما جه اليوم اللي هنتجوز فيه. رديت بكل حاجة وبأي حاجة، وكل حاجة كان بيقولي عليها كنت بقوله حاضر وماشي، لأني بحبه فعلا من كل قلبي. أشرف كان عامل بالنسبة لي بالظبط زي الأبطال بتوع الأفلام والمسلسلات والأفلام الهندي، وكل حاجة بقى انت بتتفرج عليها كان بيهتم بيا وبيخاف عليا، وممكن يجيلي نص الليل لو أنا كنت زعلانة منه في أي حاجة علشان بس يرضيني ويصالحني. بالعينين وبالنظر، افتح البلكونة الاقيه واقف بس تحت علشان بس انا اسامحه وارد عليه واكلمه. وقت لما كنت ببقى زعلانة منه كان دايما بحس من ناحيته باهتمام غير طبيعي، كأنه ابويا واخويا، كأنه حد من دمي. وطبعا اهتمامه وحبه اللي كان واضح ليا زي وضوح الشمس ده كان مخليني مرتبة الحياة معاه كلها سعادة وحب وهنا واحترام واهتمام وبس. ما كنتش حاطة اي مجال ان فيه احتمال ولو بسيط وصغير كده ان احنا تكون حياتنا فيها تعاسة او حزن او شقة او خلافات او الحاجات اللي بنسمع عنها في المتجوزين دي. 10 سنين فاهمين بعض وحافظين بعض. انا عارفة كويس جدا وبيحب ايه وبيكره ايه، وهو كمان. كنت مفكرة ان مفيش اي حاجة هكتشفها فيه، اي حاجة جديدة يعني. خلاص احنا الاتنين حفظنا بعض 10 سنين طويلة، وان هو ومن وهو صغير وانا عارفاه وحافظاه، فمفيش حاجة هتقابلنا وهتبقى صعبة.
طبعا دي كلها أحلام في مخيلتي أنا وبس. وبعد كل اللي حصل ده، وبعد أول يوم جواز عدى، التاني والتالت، اكتشفت إن أنا لسه معرفتش أي حاجة عن أشرف. واكتشفت كمان إن أشرف ما عندوش أي إحساس بالمشاعر. معرفش هو اتبدل ولا اتحول ولا ايه اللي حصل بالظبط. وما كناش قعدنا كتير يعني على جوازنا، اسبوع اسبوعين مش اكتر من كده. لكن فعلا بقيت بحس ان هو ده الشخص اللي انا كنت بحبه، واللي كان بيعمل عشاني المعجزات، واللي حارب الدنيا كلها علشاني. وابتديت اسأل نفسي، طب هو اتغير ليه؟ طب ايه اللي حصل معاه لدرجة ان انا حرفيا كان مهمل ليا بشكل مش طبيعي؟ طب معقولة يعني هو لحق يزهق مني، ولا احنا خلصنا الحب في ايام الخطوبة والحب بتاعنا خلاص كده انتهى؟ ده مفيش كلمة حلوة واحدة بس بيقولها لي. ازاي كده؟ وقلت يمكن ده علشان لسه نازل الشغل بتاعه جديد، وأول مرة يشتغل واحنا متجوزين. لا، أكيد يعني الموضوع مش هيبقى للدرجة دي. أكيد هيخلي فيه شوية اهتمام ليا. طب ما هو كان بيشتغل نفس الشغل ده واحنا مخطوبين، ودماغي عمالة تودي وتجيب، تودي وتجيب، وبرضه مفيش أي اهتمام. الوقت اللي بيكون فاضي فيه لازم يروح يقعد على القهوة علشان يقضي الوقت مع أصحابه، لازم يلعب مع أصحابه، يسهر مع أصحابه، ويخرج مع أصحابه، ويتفسح مع أصحابه. لغيني تماما، وكأنه ضامن وجودي جنبه. بكون أنا مراته وفي بيته، ومجرد ما هيجي هيلاقيني. حاولت إن أنا أتلاشى الإحساس ده اللي أنا فيه، وأتجاهله وما أفكرش فيه، وأفكر بإيجابية شوية، وأقول يمكن ويمكن، وأحطله في أعذار. لحد ما عدى على الموضوع ده يجي تقريبا 6 شهور. 6 شهور كده وأنا حاسة إن أنا مهمشة عند واحد كان مخليني انا اساس يومه وحياته. 6 شهور وانا عمالة اقول يمكن، واحط في حجج واعذار. بس بدأت ان انا اتخنق، وبدأت ان انا اتعب نفسيا، ومحتاجاه يبقى معايا زي الاول، لان ابتديت اشك فيه كده في حاجة مش طبيعية. اتكلمت معاه اكتر من مرة، وقلت له يا اشرف يا حبيبي، اليوم اللي انت تبقى فاضي فيه لازم تخلي وقت ليا فيه. انا عارفة ان انت بتنشغل دلوقتي ومش فاضي لي، بس انت كنت بتكلمني كتير جدا. ليه ما بتكلمنيش في الموبايل؟ طب وانت شغال انا موافقة. قال لي انت بقيتي مراتي، هكلمك في التليفون ليه؟ قلت له زي ما كنت بتكلمني وانا ما ببقاش معاك واحنا مخطوبين. ما انا مراتك بس مش معاك. انت بتبقى برا البيت، وحتى الوقت الفاضي بتخليه مع اصحابك. قال لي ما على فكرة انا اصحابي مهمين جدا في حياتي، وانت عارفة الكلام ده. قلت له حصل، وكنت بتكلمني وانت معاهم. فين بقى؟ طب خلي يوم ليا ويوم ليهم. متخيلين؟ انا قاعدة اتكلم مع جوزي في الكلام ده، وهو برضو لا حياة لمن تنادي. كان عنده عربية بيشتغلها، ولو حتى عربيته نفسها مش فاضية كان ممكن هو نفسه يشوف أي عربية يشتغل عليها. ومقضي حياته بقى وشغله وأصحابه، وشغله وأصحاب، والموضوع بقى أصحاب وشغل وبس. أصبح ممل جدا جدا بالنسبة لي. كان ليا واحدة هي جارتي، وفي نفس الوقت كانت صاحبتي، كان اسمها عالية. عالية دي كانت قريبة مني جدا جدا، بس لما جت وسكنت جنبي بقى القرابة والصداقة بتاعتنا دي اتطورت أكتر وأكتر. خصوصا إن عالية جوزها مسافر وسايبها، وهي برضو قاعدة لوحدها، وأنا كمان قاعدة لوحدي. كنت متضايقة جدا من وحدتي وقعدتي لوحدي، وكنت دايما بروح لها علشان أقعد معاها وأطلع همي وحزني في بداية الكلام. قلت لها قد ايه اشرف اتغير معايا بعد الجواز. قعدت تنصحني وتوجهني وتقولي معلش هو كده، بس يا جماعة الجواز غير الحب والخطوبة خالص، انت لسه جديدة في الموضوع وما تعرفيش. قلت لها بس مش للفرق الشاسع ده،
يعني لازم يبقى فيه شوية يعني من الاهتمام، يحس ان في واحدة في البيت مستنياه. انا احس ان انا متجوزة. ده في الخطوبة كان بيفسحني وبيخرجني وكنا بنسافر مع بعض، وكان في يوم مخصص ليا. انا دلوقتي مراته حرفيا ما بيقعدش معايا، وما فيش اي مسؤولية يعني علشان خاطر اقول ان المسؤوليات هي اللي عملت فيه كده وخليته يشتغل كتير. كلام عالية بقى، كان دايما بيلطف عليا الأمور. بس جت في مرة وسألتني: انت لسه ربنا ما كرمكيش بولاد؟ وساعتها قلت لها: ياه، ده انا لو عندي عيل دلوقتي كنت هنسى معاه، واكيد كنت هنشغل بيه، وبالي وتفكيري هيبقوا ليه، ويومي اكيد هبطل اتعارك مع اشرف، لان انا فعلا بحبه وعايزاه بس يبقى مهتم بيا، مش اكتر من كده. في اليوم ده فضلت سهرانة وفضلت ارن على اشرف علشان اعرف هو هيجي امتى، وهو برضو مكبر دماغه. طلبت منه واتحايلت عليه كتير في التليفون ان انا عايزة اقعد معاه شوية. سمع كلامي الحمد لله، وجه وقعد معايا شوية، وخد الكلام وجاب بعضه، ورحت مكلماه في موضوع ان احنا لغاية دلوقتي ربنا ما كرمناش، وكنا داخلين تقريبا على سنة جواز. في البداية انا ما كنتش مهتمية بالموضوع علشان سمعت من ناس كتير اللي انا ما فكرش وما دورش على الخلفة غير بعد سنة او حاجة يعني. مش لازم اروح في ساعتها الدكتور واكشف وادوخ نفسي. لما عرضت عليه ان انا عايزة اجيب عيل كده، هو ما صدق وكان فرحان علشان عايز اي حاجة تقريبا تلهيني عنه. فقال لي: تمام ماشي، هشوف يوم كده وهاجي معاكي للدكتور. وكل ده وللأسف يا جماعة، بعد ما انا كلمته وعرفته وقلت له ان انا عايزة اروح لدكتور، وعالية كمان جابت لي على اسم دورت لي على اسم دكتور كويس علشان اروح له. وكلمت امي واتفقت معاها ان هي هتيجي معايا انا واشرف، الا وبرضه اشرف ما حضرش معانا رغم وجوده مهم، ومهم جدا كمان، علشان زي ما انا هكشف المفروض ان هو كمان يكشف عشان اشوف ايه المشكلة. لكن اشرف زي العادة مجاش، واتحجج يومها ان هو عنده شغل وفرح ومش هينفع يجي، والعربية والحكاية والرواية. وانا سكت وعديت الموضوع وقلت يلا مش مشكلة، ورحت انا وامي علشان ايه؟ علشان نكشف. واتفاجئت بقى بالتحاليل وحاجات كتير، رغم ان الدكتورة قالت لي المفروض جوزك كمان يكشف ويحلل هو كمان مطالب بده. قلت لها: بس يا دكتورة شوفيني انا الاول وبعدين هو تمام. بدأت ان انا اشوف ايه المشكلة اللي عندي وكده، واتفاجئت بقى بمفاجأة غبية جدا. وطبعا الكلام ده معرفتهوش في اول يوم كشف، لكن اللي عرفته ان انا عندي مشكلة كبيرة في الحمل، وصعب حمل يكاد يكون مستحيل. قهرت السنين. في الوقت ده رحت لعالية صاحبتي واترميت في حضنها، وفضلت اعيط اعيط ساعتها تقريبا. انا بجد كان نفسي يكون ليا حد، يعني يكون معايا ابن ليا سند ليا، وكمان كان نفسي أخلف من أشرف، ونفسي أسعده رغم إن هو الحقيقة ما بيدينيش أي اهتمام ولا أي حاجة من اللي أنا نفسي أديها له دي. مش حاسة من ناحيته إن هو متجاوب معايا في أي حاجة، ومستغربة جدا، بس بحاول إن أنا برضو أعدي الدنيا وأمشي أموري. فضلت تطبطب عليا وتقولي: طيب معلش يا حبيبتي، طيب معلش يمكن في حل، يمكن الأمور تتظبط. بس أنا طبعا عارفة ومتأكدة إن مفيش أمل، ومع ذلك ما كنتش عارفة أقول الكلام ده لأشرف إزاي. ويا ترى أشرف هيبقى رد فعله إيه معايا؟ ويا ترى هيعمل إيه؟ وممكن يسيبني ولا لأ أصلا؟ هو مش هنا خالص. قالت لي: استهدي بالله واتكلمي معاه واحكيله وشوفي ردة فعله ايه، وانا متأكدة ان هو ولا هيسيبك ولا هيتخلى عنك، لان دي كانت اكتر حاجة تعباني ووجعاني، اني قابلة باللي هو فيه ده، بس مش عايزاه كمان ان هو يسيبني. يعني كفاية قوي ان انا عايشة معاه وتحت سقف بيت واحد انا وهو، وفي النهاية هو بيرجع لي.
رحت واتكلمت مع أشرف وحكيت له اللي الدكتورة قالتهولي، وما حسيتش من ناحيته بأي ردة فعل، لا حلوة ولا وحشة. لقيته بيقولي طيب معلش. طيب معلش ايه؟ اكيد الراجل ده بيلعب بديله، واكيد في واحدة في حياته. ايه اللي طيب معلش؟ بكلمك في خلفة وعيال ومسؤولية وتقولي طيب معلش؟ لقيته بمنتهى الجحود بيقولي انا على فكرة مش فاضيلك للتفاهات بتاعتك دي، ومش فاضي للكلام بتاعك. انتي عايزاني كل شوية اقعد في كلام اقولك في كلام حب وكلام حلو؟ يا ستي انا عندي شغل وعندي التزامات، وفي حاجات كتير مالية دماغي، ومش فاضيلك. انت ست فاضية وقاعدة في البيت وموراكيش اي حاجة، وما عندكيش حاجة تشغلي بالك بيها. قلت له هو انا اما ابقى عايزاك تقولي كلمة حلوة وكلمة اهتمام او اي حاجة، وانك تحس بيا وتقدر مشاعري واحاسيسي، وتبقى حاسس بحزني واي حاجة من دي، يبقى انا ست فاضية؟ قال لي اه الصراحة الستات كلهم دماغهم فاضية. يعني ده مش فاضي والله يا جماعة، ما انت لازم تشبع رغباتي حتى بالكلام الحلو، مش شرط في العلاقة وبس. ما هو الكلام الحلو ده برضو بيشبع رغبة الست في أحاسيسها، إن جوزها بيحبها وإني بحبه، وكنت محتاجة إني أحس إن هو بيحبني، خصوصا وهو معودني على كده. وأنا مش فاهمة الراجل ده ايه اللي جراله. فضلت في معاناتي بالشكل ده فترة طويلة قوي، وبقيت أتأقلم على الموضوع ده واتعودت على كده. ومرت الأيام والسنين على نفس الوضع، بقى في بيني وبينه فتور حتى في العلاقة الزوجية، ما بقاش حاسس بيا خالص، وابتدى الموضوع يكون شبه معدوم بيني وبينه. ولما اتكلمت معاه بالراحة وباللين، واهتميت بنفسي واحطله برفان واتمكير والبس الحاجات اللي هو بيحبها، الاقيه برضه ما هوش هنا ومش مبالي، يعني ومش مهتم بأي حاجة. حسيت وقتها وكنت حاسة ومتأكدة ان في واحدة ست في حياة جوزي، بس ما كنتش عارفة امسكها عليه. عملت حاجات كتير قوي علشان احاول اعرف اي حاجة، وانه فعلا في واحدة في حياته ولا لأ. لكن كان مأمن نفسه، كان حويط زيادة عن اللزوم، كان واخد كل الاحتياطات اللي ممكن اي حد يعملها، بس ما كنتش عارفة امسكها عليه. بس احساسي كست بيقول ان جوزي في واحدة ست في حياته. صعب جدا ان الراجل يبقى عامل كده مع مراته وهو بيحبها، ومفيش حد في حياته ولا حد شاغل باله. وكالعادة كل فترة كانت علاقتي بتبعد عن جوزي، كنت أنا بقرب من ناحية وهو بيبعد أكتر وأكتر. أما بقى عالية، كانت جوزها مسافر وحياتها فاضية هي كمان تقريبا، وما عندهاش أي حاجة تشغلها غير ولد صغير، والولد مسالم وهادي لأبعد الحدود، ولا مدوخها ولا تعبها ولا أي حاجة. ورغم إن أنا كنت بحب الولد ده جدا، بس مش عارفة ليه ما كنتش بحب يقعد معانا، ولا ليه دلال يعني في الكلام معايا. كانت علاقتي بعالية بتكبر أكتر وأكتر، وكل يوم ببعد عن جوزي وعلاقتي بتقل كل يوم أكتر عن الأول. رحت لها واشتكيت لها همي أكتر من مرة، وهي دايما بتسمعني وتنصحني وتقرب مني وتحاول تهديني وتحاول تريحني بكل الطرق الحقيقية. لكن اكتشفت في مرة من المرات وسط ما أنا بتكلم معاها وبشكلها همي، إن عالية ما بتحكيليش كتير عن حياتها. ولما اتكلمت معاها وسألتها طب انتي بتعملي ايه مع جوزك وجوزك مسافر، لقيتها بتقولي وبتفهمني ان جوزها برضو بعيد عنها وكل حاجة، ولكن ده عادي وطبيعي لان هو اصلا مش موجود. فيما معناه ان هي كمان تعبانة جدا في علاقتها مع جوزها وبدأت تتخنق من جوزها، وان هو بيوحشها وما بقتش عارفة تعمل ايه وتتصرف ازاي. لكن ما باليد الحيلة. لكن انا جوزي بقى يا ستي موجود ومعايا اهو، طب ايه اعمل ايه؟ الراجل ده ماله؟ ولقيتها في اليوم ده بتقولي كلام غريب جدا، بصراحة انا كنت اول مرة اسمعه. قالت لي انا بصراحة اصلا بحس ان انا بحب الستات اكتر. فبصيت لها باستغراب وقلت لها يعني ايه؟ ايه يا بنت الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ قالت لي انا بصراحة كنت بتفرج على الافلام مع جوزي، وهو كان بيفرجني، وكتير كنت بشوف ستات مع بعض، ولما كنت بشوف الستات مع بعض كنت بحس بالإثارة اكتر من لما بشوف الراجل والست سوا. استغربت جدا بصراحة من كلامها،
وفي نفس الوقت قرفت وافتكرت مرة كانت هي بتهزر معايا ومسكتني وانا اتضايقت جدا، وابتديت اقول ايه ده، هي مالها، ايه الكلام اللي هي بتقوله ده. قلت لها يا ستي لا، انا بحب جوزي وعايزه جوزي يبقى كويس معايا، وبالنسبه لي اللي انت بتتكلمي فيه ده اسمه قرف. وبينت لها ان انا مش عاجبني كلامها ده، وهو فعلا ما كانش عاجبني. ومن هنا بقى ابتديت اني احس ان هي مريبة شوية، بس ما خدتش وديت معاها وقلت انا مالي. انا بالنسبة لي بروح اتكلم معاها كصاحبة، بفضفض لها وبحكي معاها. والصراحة ان هي كانت كتير جدا بتحاول ان هي توجهني في علاقتي مع اشرف. حتى كانت ساعات بتقولي ازاي اهتم بيه واعمل والبس حاجات واخليه ان هو يحاول ان هو يقرب مني ويكون معايا احسن من الاول، او على الاقل حتى زي الاول، وارجع حبه واهتمامه بيا. بس اشرف ما كانش هنا خالص، لدرجة ان انا خلاص جبت اخري معاه تقريبا. وكان عدى عليا انا وهو شهرين ما يجيش جنبي ولا يلمسني، ومش عارفة اعمل له ايه، وهو مش فاهمة سبب الجفا والفتور اللي بيني وبينه ده. ايه اللي حصل؟ كلمته اكتر من مرة ونفس الكلمتين بتوع انتي ست فاضية، انتي موراكيش حاجة غير التفاهات دي. انا مش فاضي، انا عندي شغل. طيب ما انا كمان راعي مشاعري، وراعي ان انا مفيش عيل يسليني، وورايا ال24 ساعة فاضية. قال لي معلش، انا هعملك ايه؟ ويسيبني وينام ويسيبني ويروح شغله. في يوم بقى كنت قاعدة مع نفسي، وبقى عندي خلاص الراجل ده أكيد بيلعب بديله. أنا متأكدة إن هو بيحب واحدة تانية غيري، وبرضه مش عارفة أمسك عليه أي حاجة. حاولت بشكل مش طبيعي، صعب إن أنا ألاقي أي حاجة عليه. أموره ماشية تمام، مش قادرة أمسك عليه أي حاجة. بس إحساسي بيقولي إن في واحدة ست في حياته. ما هو صعب إنه يكون راجل طبيعي وفي كامل رجولته وما بيقرب ليش وكده من غير سبب. أكيد في حاجة غلط. اليوم ده رحت العالية والمنهارة، وبجد نفسي أسأله أسئلة كتير جدا. في حاجات وأسئلة كتيرة بتدور جوايا ومش عارفة أسألها له، ومش لاقية ليها إجابة. رحت لها وفضلت أعيط في حضنها وأكلم نفسي وأقول لها أنا وحشة، هو أنا محدش يبصلي؟ طب هو بيعمل معايا كده ليه؟ ده أنا عملت كل حاجة انت قلتيلي عليها وأكتر من كده. طب ده أنا بحبه، طب هو اتغير معايا ليه؟ هو ليه ما بقاش يلمسني؟ وبتكلم معاها بتلقائية وبطبيعتي وفي حضنها وعمالة أعيط. لكن اتفاجئت منها بتصرف غريب ومش طبيعي، ولقيتها بتتقرب مني وبتحاول إن هي تعمل علاقة معايا. المصيبة والكارثة اللي أنا وقعت فيها حرفيا من كتر ما أنا ما كنت تعبانة وفعلا جوزي وحشني، لقيت نفسي ما حسيتش بنفسي غير واحنا مخلصين كل حاجة. يا دي المصيبة السوداء. أول ما خلصت الموضوع ده وأنا طبعا ما كنتش فاهمة أي حاجة في أي حاجة، هي اللي كانت بتعمل كل حاجة. ورحت رايحة على شقتي وفضلت أعيط لحد الصبح. عينيا بقت قد كده. طبعا أشرف قام علشان يروح شغله، والله ما انتبهلي ولا أي حاجة. هو كمان كان مفكر إن أنا بعيط علشان زعلانة علشان خاطره هو، مش بيقولي كلام حلو زي ما هو بيقولي على طول. وفضلت أعيط وكنت متضايقة من نفسي جدا. أنا واحدة ست طبيعية، عمري ما حسيت بحاجة اللي هي بتقول عليها دي. ومش معنى حتى إن أنا بحس إن أنا أسيب نفسي، ومش معنى إن جوزي كده معايا إن أنا أعمل حاجة كبيرة زي دي. كنت زعلانة من نفسي قوي، وفضلت أنا أأنب في نفسي طول النهار. وقمت استحميت واتوضيت وصليت، وقعدت استغفر واقول يا رب تهديني وتصلح حالي وتهديلي اشرف وتقربه مني وتبعد عننا اي حاجة وحشة. وقصرت خالص ان انا اكلم عالية ولا اروح لها ولا حتى اخليها تشوفني. لحد بعد تقريبا اسبوع لقيتها هي اللي بترن عليا وطلبت مني ان انا اروح لها، لان هي ما كانتش بترضى تجيلي خالص. وبصراحة انا رحت لها وانا حاسة جوايا ان الموضوع ده يعني عدى خلاص، وان ان شاء الله مفيش اي حاجة هتحصل، وان هي اكيد فاقت لنفسها وانا كمان اصلا فقت. لقيتها بتقولي كلام غريب قوي. قالت لي ما تزعليش مني، انا والله ما كنت اقصد حاجة.
كلمتها بالراحة وقلت لها إن أنا مش عايزة الموضوع ده يتكرر نهائي، فلقيتها بتقولي طب بذمتك كده يا شيخة، مش كده أحسن ما تخوني جوزك مع راجل تاني؟ وعلى فكرة الحاجات دي مش حرام، الحرام اللي تبقى واحدة مع راجل، لكن الستات مع بعض مش حرام. قلت لها ازاي يعني؟ قالت لي والله ما احنا ستات زي بعض. يبقى ايه الحرام في كده؟ الحرام ان انت تروحي لواحد وانت تمشي مع واحد غير جوزك، وان اعمل علاقة مع واحد غير جوزي، ومادام ما جوزك مش مهتم بيكي وانا جوزي مسافر وسايبني، يبقى ايه المشكلة؟ قلت لها لا طبعا دي مشكلة، ومشكلة بالنسبة لي، انا اصلا ما بحبش الحاجات دي، انا ست طبيعية، ومش معنى ان انا بكلمك في الحاجات دي وفي العلاقة ان انا عايزة حاجات منك، انت عايزاها، انت عايزة جوزي يبقى كويس معايا. وفضلت اتكلم معاها كده رغم ان هي كانت بتقاوحني، لكن وعدتني ان مفيش اي حاجة من دي هتحصل، واتأسفت لي وقالت لي ان احنا هنرجع اصحاب زي الاول، طالما انت مش عايزة ده وخلاص، بس ما تبعديش عني، انا متعودة عليكي وانت زي اختي. وانا بصراحة كنت بعزها، ورغم الموقف ده ما جرحني وزعلني وضايقني، بس ما لقيتش نفسي ان انا كرهاها او ان انا مش عايزة اروح لها تاني ولا اكلمها. واتعاملت معاها بعد كده عادي، وكنت بروح لها كالمعتاد، بقى زي ما كنت بروح يحصل حاجة مع أشرف أنزل أتكلم معاها، حاجة تضايقني كده، حاجة تزعلني كده، أروح أفضفض معاها. وحصل الموضوع ده أكتر من مرة، ما اكدبش عليكم الموضوع ده اتكرر، وبقى بالنسبة لي أنا شخصيا عادي، بقى كون ان احنا نعمل كده مع بعض حاجة شبه طبيعية، ولا بقيت اتضايق ولا بقيت ازعل، وبقى الموضوع ماشي معانا كده عادي خالص، كأنه شيء طبيعي جدا يحصل بين اي واحدة وصاحبتها. وابتديت كمان ان انا ما اتكلمش مع اشرف ولا اتعارك معاه ولا اتخانق معاه، كنت حاسة ان الفترة دي ان هو مبسوط وسعيد، وبرضه ما كانش بيقرب مني ولا اي حاجة. وانا كنت كل ما احس ان انا محتاجة اي حاجة من دي كنت بروح لصاحبتي، وهي كمان، والموضوع بقى عادي كده وقت كتير، تقريبا سنة، سنة ونص، مش فاكرة بالظبط. كنت الأيام دي كانت بتعدي وأنا مش حاسة بحاجة ولا حاطة في دماغي، وماشية في الغلط اللي أنا ماشية فيه، من غير ما أحسب لأي شيء، ولا حتى أحاول ولا أعرف ولا أفهم ولا أسأل أي حد. ما في مرة من المرات ابنها صحي وقلق واحنا في آخر الموضوع، مجرد خروجه أربكني جدا جدا، ولما طلعت وقعدت مع نفسي حسيت إن قلبي مقبوض، وإن أنا مخنوقة وزهقانة، ونمت وحلمت حلم غريب قوي مش فاهمة منه تفاصيل، قد ما أنا صاحية من النوم قلبي مقبوض ومتضايقة ومش طايقة عالية قدامي، وعمالة أفكر بشكل غريب ومش طبيعي في بالي، اللي انا بعمله ده وحجمه قد ايه وحرمانيته قد ايه، لحد ما قررت ان انا اسأل حد بيفهم فعلا، وما كنتش عايزة شيخ يعني، بس لا، انا كنت عايزة حد يفهمني ان العلاقة دي في الحاجات دي كويس جدا دكتور متخصص، وبرضه يكون رأيه بالدين. ودورت لحد ما لقيت واحدة ست، وقدرت ان انا اتواصل معاها واكلمها واحكي لها مشكلتي كاملة متكاملة، وعرفت منها ان انا بعمل انا وجارتي اللي احنا بنعمله ده ذنب عظيم وكبير بحجم غير طبيعي، حاجة بيتهزلها عرش الرحمن، أقوى من أي ذنب في الدنيا، أقوى من القتل، حاجة صعبة جدا إن أنا أتحمل ذنبها. فضلت تتكلم معايا فقد إيه الموضوع ده لازم أتخلص منه فورا، ولازم أبعد عنه بمنتهى السرعة. قالت لي لازم الأمر ان انت تنقلي في مكان اللي انت فيه، يعني ان انا انقل في سكن غير اللي انا قاعدة فيه، لان عالية جارتي طبعا. وحاولت تتكلم معايا بهدوء، وحاولت ان هي تكون رئيفة بيا رغم عظم الموضوع الكبير والذنب الخطير اللي انا بعمله، فهمتني ان كل ده حرام ومفيش حاجة اسمها ان ده احسن من اعمل ذنب الفلاني، يعني تعملي ذنب اعظم من ذنب علشان ما تعمليش ذنب، وانتي مش محتاجة اصلا تعملي كده، تعبانة من جوزك وجوزك مش مراعاكي تتطلقي وتتجوزي واحد تاني يقضي رغباتك. والمفروض ان الزوج لو ما لقيتيش في الزواج ده اللي يعفك
فمش حرام يا بنتي ان انت تجربي رزقك مع حد تاني. مفيش حاجة اسمها أصل أنا باحبه يعني، بتحبيه وتعملي ذنب زي ده وعايشة كده عادي ومش في دماغك؟ ازاي؟ اتكلمت معايا في التفاصيل كتيرة جدا، وقالت لي ان صاحبتي او جارتي دي ان هي عرفت تصطادني كويس، وان هي كانت من البداية وهي بتفكر في الموضوع ده، ولما كانت بتقولي ان ده مش حرام طبعا كانت بتكذب عليا، وان هي بتجرجرني بالطريقة، لان حرفيا كنت مقتنعة بكلامها وان كده مش حرام طالما احنا ستات زي بعض، واحسن ما اعمل ده. قالت لي مفيش حاجة في الدنيا اسمها كده ابدا، لازم اول حاجة تتوبي عن اللي انت فيه، وتتوبي وتنوي التوبة من جواكي وتغتسلي وتتطهري وتطلعي صدقة وفلوس علشان خاطر يمكن ربنا يسامحك عن اللي انت عملتيه ده. ونبهتني ان انا ازاي هموت واروح لربنا وعاملة ذنب عظيم زي ده، وازاي متجاهلة الموضوع وعايشة عادي. الصراحة رغم ان هو فوقني كلامها ووجعني، بس حسيت برضو براحة، وحسيت براحة لما قالت لي ان كل حاجة ليها توبة، بس لازم تبعدي عن الذنب ده. وانا حاولت انفذ فعلا اللي هي قالتهولي، واغتسلت واتطهرت وتوبت وفضلت أصلي وأدعي ربنا إن هو يغفرلي ويسامحني ويعديلي الذنب ده، لأن أنا مش هحمل أبدا العذاب بتاع الذنب الكبير ده. كنت بكلم ربنا وبعيطله وبطلب منه إن هو يكون معايا، ولو مفيش خير في أشرف ينور لي بصيرتي علشان أبعد عنه، لأنه فعلا ما ينفعش أعيش مع واحد لمجرد إن أنا بحبه وخلاص، وهفضل ماشية في طريق معصية علشان خاطر بحبه. ما أنا أكيد هيكون ليا احتياجات، ولو صبرت دلوقتي مش هصبر بعدين. وصدقت فعلا كلامها بإن الزوج عفة، وطالما أنا مش قادرة أتعف من جوزي وانا متجوزة راجل المفروض بحبه، يبقى مفيش ملام عليا ومفيش مشكلة لو سبته، المشكلة لو عملت ذنب كبير زي ده. واستحضرت كلامها اللي قالتهولي ان ربنا سبحانه وتعالى خلق من كل حاجة زوجين، في ذكر وفي انثى. قالت لي ان الحيوانات نفسها ما بتعملش اللي احنا بنعمله ده، رغم ان هم عندهم عشوائية في العلاقة، بس عمرك ما تشوفي ان بينهم الحاجة الشاذة دي، لان ربنا خلقنا بفطرتنا دي، واي حاجة عكس فطرتنا اللي ربنا خلقنا بيها اكيد اكيد ما هي الصح، واي حاجة حرام اكيد بتودينا للتهلكة. وفضل كلامها وفضلت تكلمني قد ايه الانسان لما بيعمل ذنب معين او معصية مستحيل ان هو يبقى عايش مرتاح وسليم نفسي، ولا يبقى سوي، لازم بيحس بعقابه في حياته ومشاكل كتير. وقالت لي اوعي تفكري ان الناس ما بتحسبش حسابها لربنا دي عايشة مرتاحة، اللي ما بتحسبش حساب ربنا الناس دي مش عايشة مرتاحة، الناس دي بتبقى عايشة تعبانة، وبتفضل تفكر في ربنا، وبيفضل حاطه في قصاد عينه في كل حاجة في حياته. وعلى قد ما يقدر طبعا كلنا بنغلط، بس كلنا بنتوب ونستغفر ونحاول على قد ما نقدر نبعد عن الغلط. بس غلط عن غلط يفرق، والغلط اللي انا كنت فيه ده حاجة بتهز عرش ربنا من كتر ما هي كبيرة وشاذة، وفعلا مقززة ومقرفة. انا كنت ست طبيعية والمفروض ان انا افضل بطبيعتي وفطرتي اللي ربنا خلقني عليها. قررت احكي حكايتي عشان لو اي واحدة اتحطت في مكاني وفعلا كانت مذبذبة لدرجة ان هي صدقت الكذب اللي بيتقالها في الحلال والحرام بالطريقة دي، لان انا فعلا كنت بصدق عالية وشبه صدقتها واقتنعت بكلامها. لازم تبعدي عن الناس اللي بتحاول تعمل معاكي كده. كمان لو حسيتي ان في اي واحدة ست في حياتك بتعمل حركة مش مظبوطة وقلقتك منها، حاولي ان انت تاخدي حذرك منها، مش عيب ولا حرام. الزمن اللي احنا فيه ده بيتحط عليك انت تاخدي بالك من الست زي الراجل بالظبط، لان الواحد بقى في حاجات في حياته بتفاجئ، وتفاجئ بحاجات كتيرة قوي. انا لما عرضت مشكلتي دي اكتشفت ان في مشاكل كتير جدا، وفيها حاجات اقوى من اللي انا حكيت لكم عليها، لان مفيش توعية كفاية. في بنات فعلا وستات بتقع ضحايا لستات تانية. تخيلوا ان احنا دلوقتي لازم نوعي الرجالة من الرجالة والستات من الستات
تخيلوا بقى الزمن اللي احنا فيه. ربنا يرحمنا ويهدينا ويسامحنا ويصلح حالنا ويبعد عننا شرور الناس اللي بالشكل ده. وانا عن نفسي بعدت خالص عن عايدة، عن عالية، وقطعت كل اتصالاتي. وحتى شقتي كلمت جوزي ان احنا ننقل، ولو اشرف ربنا ما هدهوش ليا وانا حسيت ان انا هعاني معاه، انا هتطلق منه، لان احتمال كبير اصلا يعوز يتجوز علشان يخلف، وانا مش عايزة مشاكل تاني. ما صدقت وطلبت وعملت حاجات كتير جدا علشان وتوبت وعملت حاجات كتير جدا عشان ربنا يسامحني، وحاسة بطمأنينة شوية، وبإذن الله ربنا هيسامحني زي ما هي قالت لي بالظبط. ودي كانت حكايتي، وبكده بكون وصلت معاكم لنهاية قصتنا النهاردة. وبتمنى من كل قلبي لو كملت القصة معايا لحد هنا متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. اعمل لايك، دعم للفيديو، وشير لأصحابك وحبايبك.